صباح الفل والورد والياسمين عليكم يا أجمل متابعين في الدنيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فيديو النهارده إن شاء الله هننضف مع بعض الغسالة الفول أوتوماتيك ونخليها كده فله زي ما انتم شايفين. تعالوا بينا بقى نشوف قبل ما تتنضف كده كانت عاملة ازاي. شايفين الأتربة اللي كانت فيها ده كده مكان الفلتر. بصراحة أنا بقالي 5 سنين متجوزة ما كنتش أعرف خالص إن الفلتر بتاعها ويتشال كده ويتفك ويتنضف. فانا بصراحة لما شيلته من مكانه كده اتصدمت والله من المنظر. انا بالصدفة امبارح كنت ماسكة الكتالوج فببص فيه كده لقيت ان ممكن تشيل الفلتر بتاعه وتنضفيه عادي. فلما جربت ان انا اشيله كده كنت عايزة اعمل دورة غسيل للغسالة. فلما اما شلت الفلتر كده وفتحته وشفته بالمنظر ده بصراحة انا اتصدمت من شكله. شايفين قد ايه كان مجمع اتربه وكان مجمع وبره بطريقه صعبه قوي. وانا اليومين دول حسيت ان الغساله كده بدات ان هي ما تنضفش كويس وحسيت ان هي متطربه كده وبتعمل ريحه مش حلوه للغسيل. فقلت ايه بقى بما اني بنضف تنظيفات رمضان في المطبخ بعمل كل يوم حاجه كده على قدي. عشان طبعا انتوا عارفين ان انا معاه مولود جديد فطبعا بيزني كل شويه وعايزني ايه معاه. فما قدرتش ان انا انضف التنظيفه بتاعه المطبخ كلها مره واحده بعمل كل يوم حاجه. فالنهارده الدور كان على الغسالة كده. بس بصراحة اتصدمت كده لما شفت الفلتر. مسكته كده شلت منه بقى الوبر اللي كانت فيه وغسلته كده تحت المية بفرشة الأسنان. فرشة الأسنان دي كده أنا مخصصاها للمطبخ للأماكن كده اللي ما بيكون مثلا ضيقة كده وبتبقى محتاجة حاجة صغيرة تخش فيها. فبستعمل فيها الفرشة كده زي ما انتوا شايفين بتنضف كده ما شاء الله كويس خالص. نضفت لي الفلتر وخليته بيلمع كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا برضو غسلت بيها الغسالة كلها. تشوفوا دلوقتي التفاصيل مع بعض. بس وانت بتتفرجي على الفيديو كده ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بننزلها. ولو انت طبعا زي كده وما تعرفيش ان الفلتر ده بيتغسل يبقى فاتك كتير لانه طبعا لما نضف بقى يضخ المية اكتر كده وبيسحب الوبرة من الهدوم. لانه كده ما كانش فيه مكان او ما كانش فيه مساحة ان هو يسحب الوبرة من الهدوم. فكنت باطلّع الهدوم من الغسالة مهبّرة كده وفيها خيوط كتير. فطبعًا ده كده هيساعد الغسالة ان هي تنضف اكتر وتلم الوبر اللي في الهدوم كويس. فزي ما انتم شايفين كده مسكته تحت المية بفرشة الاسنان وخليته بيلمع كده زي ما انتم شايفين. شايفين بقى شكله عامل ازاي بعد ما نضف. حاجة كده بصراحة تفتح النفس. فانا ان شاء الله هعمل الخطوه دي على الاقل كل اسبوع. كل اسبوع هشيل الفلتر ده وانضفه وارجعه مكانه. وهو شيله وحطه طلع سهل جدا. تنظيفه كمان زي ما انتوا شايفين كده وتركيبه برضو سهل خالص. بنحطه كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي بس انا كنت بحطه غلط هظبطه دلوقتي وهيتركب معايا بكل سهوله. وطبعا في ناس كتير بتشتكي ان الغسالة ديت مش بتنضف. لو انتوا عايزين الغسالة بتنضف اهتموا كده بتنظيفها زي ما انتوا شايفين. اهتموا بالتفاصيل اللي فيها الصغيرة اللي زي ديت هتلاقيها معاكم تنضف احسن. وكمان الغسالة ديت من الغسالات اللي بتحتاج مسحوق كتير شوية. يعني حطي مسحوق كتير. شوفي انت بتستعملي الاريال او الاوكسي. انا بستعمل الاوكسي فشوفي انت بتستعملي ايه حطي ليه كمية كبيرة. وطبعا لو انت بتغسلي ابيض هتحطي شوية من الكرول بس كمية بسيطة مش كتير عشان برضو ايه ما تبوظش الغسالة. ولو هتحطي غوامق حطي شوية كلوريكس الوان. انا بجيب خلطة كده من بتاع الصابون بيحط لي عليها صابون ابيض وكلوريكس الوان ودوني. بصراحة بيبقى ريحتها جميلة قوي وكمان بتنضف الغسالة. بس اختاري واحد كده يكون بيبيع منظفات حلوة شوية لان في ناس ما بتكونش عندها الحاجات دي مركزة قوي. لكن ما شاء الله الراجل اللي انا بجيب منه حاجته حلوة قوي. كمان فتحت اللي هي بتاعه المسحوق ديت برضو نضفتها كده زي ما انتوا شايفين. كان فيها كمية تراب برضو صعبة. مسكتها كده بفرشة الاسنان برضو نضفتها كده كويس. طبعا في الوقت ده انا كنت مشغلة الدورة بتاعه تنظيف الحوض. هتلاقيها عندك كده في البرنامج. اظبطوا البرنامج كده على تنظيف الحوض. هتعمل الدورة كده لوحدها. بس طبعا الجزء اللي فوق ده انت اللي هتعمليه بايدك. هي الغسالة هتعمل الجزء اللي تحت بس اللي هو الحوض. لكن الحروف اللي فوق دي كلها انت اللي هتعمليها بايدك زي ما انت شايفه كده. مسكتها بقى نضفتها كده كويس زي ما انتوا شايفين. وهنقفل بقى العلبه وننزل بقى على مكان الفلتر برضو ننضفه كده. شايفين مكان الفلتر كان عامل ازاي. كان فيه كميه وبره صعبه قوي وكميه تراب رهيبه. برضو نضفته كده بفرشة الاسنان. وهنرجع الفلتر مكانه تاني بقى ونشغل الدورة بتاعة الغسالة ونحط لها بقى شوية اريال كده وشوية من الخل ونسيبها بقى تغسل الدورة براحتها خالص. واحنا بننضف الغسالة كده من فوق. بس لما كنت باجي اشتغل في الغسالة كده من فوق كنت طبعا بوقف الدورة.
مؤقتا كده، علشان طبعا كان يونس بيعيط، فبروح مثلا اسكته وارجع اغسل فيها تاني. فزي ما انتم شايفين كده شلت بقى الدرج بتاعها، شايفين عامل ازاي، كان في اريال كده مترصب فيه، شلته بقى عشان انقعه كده شويه واغسله على الحوض. طبعا برضو حطيت شويه اوكس كده زي ما انتم شايفين، وكنت في الوقت ده نسيت احط الخل، بس رجعت فتحت الغساله وحطيت الخل تاني. الخل بقى هيلمع الاستانلس ده كله اللي في الغسالة، وهينضف برضو لو في اي حاجة مترسبة في الغسالة. بس ما تحطيش كمية كبيرة، انا حطيت في قيمة كوباية كده. وبرضو بفرشة الاسنان زي ما انتوا شايفين بدأت ان انا بقى اغسل مكان الدرج كده وانضفه من الاريال اللي جواه، لان طبعا بيبقى فيه رواسب اريال كده او بواقي اريال من الغسيل. وجبت بولة بقى فيها شوية مية كده وحطيت فيها خلطة من بتاعة الغسالة اللي انا قلتلكوا عليها، ومسكت بقى الغسالة كده روقت عليها خالص. هتشوفوا دلوقتي انا نضفتها ازاي. بس مسكت بقى الدرج ده كده نقعته شوية، لان لقيت الاريال ماسك فيه زي ما انتوا شايفين كده، فنقعته شوية في بولة وفيها مية عشان كل ده يبوش عما اكون خلصت الغسالة. عملنا كده الغسالة مع بعض زي ما انتوا شايفين. بإذن الله انتظروا الفيديو الجاي، هيكون بقى فيديو تنظيف البوتاجاز كده، وهننضف الفرن ونروق على البوتاجاز خالص برضو، لان البوتاجاز فيه كمية دهون رهيبة. فان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي هيكون تنظيف البوتاجاز. شايفين هنا بقى الغسالة فتحتها كده زي ما انتوا شايفين وحطيت الخل. شايفين المية معكرة ازاي، على الرغم ان هي ما فيهاش غسيل، بس طبعا ده تبقى الاتربة اللي في الغسالة. هنشيل بقى الكفر كده بتاع الغسالة كده عشان نمسك الغسالة كده نغسلها من جوه ومن بره. جبت بولة وحطيت فيها مية وحطيت فيها شوية من خلطة الغسالة اللي انا قلت لكم ان انا بخلي الصبان يعملها لي. وجبت بقى فرشة الاسنان وهبدأ بقى ان انا انضف كل الحروف البيضة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين طبعا التراب اللي جوه الفتحات البيضة ديت كلها هتطلع الوقت في فرشة الاسنان. طبعا فرشة الاسنان هتساعدك ان انت تخلصي بسرعة، لانها صغيرة وبتخش في الفتحات ديت وبتنضف لك بسرعة، يعني مش بتاخد منك وقت. وبعد كده بقى هنجيب الفوطة ونمسحها، هتبقى معاكي بتلمع وزي الفل. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده برضو نضفت كده العلبة بتاعت الدرج بتاع الصابون، عشان برضو كان فيها صابون مترسب كده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده فرشة الأسنان بتخش في الأماكن الضيقة وبتجيب الوبر والتراب اللي موجود، فطبعا هتسهل عليكي وتخليكي تخلصي بسرعة ومش هتاخد منك وقت ومجهود. زي ما انتوا شايفين كده كمان بتخش في الفتحات الصغيرة اللي في الغسالة من جوه ديت. بصراحة طلعت لي كل التراب والأتربة اللي كانت موجودة في القطعة البيضة دي. فانا حبيت اصور معاكم الفيديو النهارده عشان تشوفوا كده كل التفاصيل. ولو انت كده مكسله قومي يلا نضفي كده الغساله بتاعتك وخليها فله كده عشان تنضف لك الغسيل. اتنضفت بسرعه وما اخدتش معايا وقت خالص ولا مجهود. طبعا انا بعملها باستمرار، لكن الفتره اللي فاتت دي طبعا كان فتره حملي، وانا اساسا كنت طول فتره الحمل قاعده في السرير، كانت الدكتوره مقعداني في السرير ما بتحركش. فطبعا كان في حاجات كتير في الشقه كنت بعملها، بدات ان انا ما اعملهاش فاتراكمت عليا كده زي ما انتم شايفين. فالحمد لله اول ما قمت بالسلامه كده ولدت، قمت بقى افوق لحاجتي كده في المطبخ، انضف البوتاجاز والغساله والحاجات اللي كانت مكركبه في المطبخ كده، بدات ان انا انضفها كل يوم حاجه. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الاتربه بتطلع ازاي بكل سهوله. الغسالة كانت في شكل وبقت في شكل خالص تاني بعد ما نضفت. حاجة كده لما تفتحي الغسالة يجيلك نفس كده ان انت تحطي فيها الغسيل، متبقاش متطربة بالطريقة ديت. بصراحة مفيش احلى من النظافة كده، وان كل حاجة في مطبخك تبقى نظيفة. وكمان علشان الحاجة تقعد معاكي لوقت طويل، لان الاجهزة الكهربائية دلوقتي عادت سعرها رهيب، كل الاجهزة الكهربائية رفعت، فحاولي ان انت تحافظي على حاجتك عشان تقعد معاكي لفترة اطول وما يبصش منها حاجة. لان كمان قطع الغيار دلوقتي بقت غالية قوي. يعني انا مصلحة المكنسة بتاعتي، صلحت بس الموتور بتاعها ب500 جنيه، ما كانش فيها حاجة بايظة غير الموتور. على قد ما تقدري كده حافظي على الاجهزه الكهربائيه اللي عندك، التلاجة والغساله والحاجات دي كلها، لانها مش هتعرفي تجيبي غيرها تاني في الايام اللي احنا فيها ديت. وحتى لو رحت تصلحيها هتدفعي فيها كتير قوي، بالذات اللي هي ماركات توشيبا ديت حاجتها غاليه، لان المكنسه بتاعتي كانت توشيبا، فده اللي كان مغلي الموتور بتاعها. زي ما انتم شايفين كده برضو جبت فرشه الاسنان وعملت الغطا كده بتاع الغساله من فوق، عملتها برضو من بره عشان تبقى نظيفه كده برضو من بره ومن جوه. جبت فوطه نضيفه كده زي ما انتوا شايفين، وبدات ان انا المع الغساله من بره ومن جوه كده زي ما انتوا شايفين، وخليتها بتلمع كده. شايفين بقى ما عادش فيه اي تراب خالص، وبقت نضيفه كده زي ما انتوا شايفين. خلصتها بقى من جوه وسبتها بقى كده تكمل الدوره بتاعتها.
وهنضف بقى الغطا بتاعها من بره. برضو هجيب فرشة الاسنان كده وابدا ان انا اغسل الاماكن الصغيره كده اللي الفوطه مش هتجيبها، زي ما انتم شايفين كده، اللي هي الجوانب. المكان اللي هو راكب فيه الخراطيم ده برضو كده الفوطه مش هتنزل فيه. فرشة الاسنان نضفته وبعدين مسحتها كده بفوطه ناشفه عشان برضو إيه تلمع كده، لان الميه هتجير عليها. فمسكت فوطه ناشفه كده وبدات ان انا انشف كل الميه اللي كانت موجوده على الغساله من بره، وكمان عشان مفيش حاجه تصد ولا تبوظ. وبرضو لمعت كده الحرف بتاع الحوض كده زي ما انتم شايفين، عشان برضو لو في اي اتربه. بس الحمد لله ما لقيتش اي تراب خالص في الفوطه. شايفين طالعه نضيفه ازاي؟ جبت برضو فوطه كده مبلوله ميه ومسحت برضو الغساله كده من بره عشان بقى نلبسها الكفر بتاعها على نظافه كده، عشان برضو الغساله كده تكون بتلمع من بره ومن جوه. طبعا الكفر ده محافظ عليها ما شاء الله، يعني مخليها نضيفه كده على طول وما فيهاش اي خطوش خالص، ما بتتختش طول ما الكفر ده موجود كده عليها. زي ما انتم شايفين الغساله عملت ازاي ما شاء الله، رجعت جديده تاني من جوه ومن بره ما شاء الله. وكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. استنونا في فيديوهات تانية جديده وتنظيفات وتجهيزات رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يا رب يجعله شهر خير وبركة علينا جميعا اللهم امين. يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفتقدين اللهم امين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.